السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. أنا في نعمة والحمد لله. راح نخيطوا مع بعضنا هذا الموديل بطريقة سهلة وبسيطة. أولا عندي خمسة ألوان من البي، عندي 2 متر من قماش الفبران. راح نشرح طريقة وضع القماش. 150 طول القماش، 2 متر عرض القماش. من جهة العرض البنات نحسب قيمة 20 سنتيمتر. القيمة هذيك نستعملوها في تفصيل المروحة. القماش أصبح لدينا 180 عرض، أما الطول فهو ثابت 150 سنتيمتر. راح نشرح طريقة الداخل في الخارج على الورقة. عندي 180 عرض القماش و150 طول القماش. نثني القماش أو الورقة على 2. أصبحت لدينا جهة مغلقة وجهة مفتوحة. من الجهة المغلقة راح تكون الأمام تاعنا، نحسب قيمة 32 سنتيمتر. من جبناها هذه البنات استنتجناها من ربع محيط الصدر. والجهة المفتوحة هذيك راح تكون الخلف تاعنا. حسبت 33 سنتيمتر، زدت قيمة 1 سنتيمتر لأن الخلف تاعنا راهو مفتوح، راح تكون خياطة. راح نوصل بين النقطتين بشكل مائل، نوصل بيناتهم بشكل مائل بالطريقة هذه البنات. نميل القماش تاعنا، نجيب المقص ونبدا نقص. نفس الطريقة البنات في القماش، والقياسات راهي حقيقية. نطبق بنفس الطريقة في القماش. أصبحت لدينا جهة مغلقة والجهة المفتوحة. نهز الجهة المغلقة ونضعها فوق جهة الخلف المفتوحة، مع مراعاة ترك مسافة 1 سنتيمتر. أنا كنت طبقت طريقة الداخل في الخارج وتركت مسافة 1 سنتيمتر. من الجهة المغلقة البنات نبدأ نضع القياسات تاعنا. حسبت قيمة 20 سنتيمتر اللي هي ربع محيط الكتفين، 20 سنتيمتر. ثم ننزل بقيمة 24 سنتيمتر. الخط هذا يساعدنا في تشكيل حردة الإبط. نرسم خط مستقيم طوله 24 سنتيمتر. راح نعين منتصف الخط بهذه الطريقة. وراح ندخل البنات بقيمة 1.5 سنتيمتر. علاه دخلنا بقيمة 1.5 سنتيمتر؟ به نحيو هذاك الانتفاخ اللي يجي بين الصدر والإبط. ربع محيط الصدر 32 سنتيمتر. نرسم زاوية قائمة. رسمت زاوية قائمة، ثم نرتفع بقيمة 5 سنتيمتر. الارتفاع اللي دخلنا ب5 سنتيمتر راح تساعدنا في تشكيل حردة الإبط. راح نواصل بين النقاط الثلاثة بهذه الطريقة وتجينا حردة الإبط تاعنا سهلة. نرسم حردة الإبط تاعنا بطريقة سهلة. من خط الصدر البنات راح ننزل بقيمة 16 سنتيمتر. القيمة هذه غير ثابتة لأن الزبونة تاعي راهي قصيرة البنات. نزلت بقيمة 16 سنتيمتر. راح نعين محيط الخصر 30 سنتيمتر. ربع محيط الخصر 30 سنتيمتر. راح نرسم خط مستقيم بهذه الطريقة. من نقطة الخصر راح ننزل إلى آخر نقطة في القماش. من نقطة الخصر ننزل إلى آخر نقطة في القماش. شوفوا عرض القماش البنات، جا 50. جات إيفازي ما شاء الله، مع أنه عندي غير 2 متر فقط من القماش. جات إيفازي ما شاء الله. راح نرتفع بقيمة 6 سنتيم. علاه ارتفعنا بقيمة 6 سنتيم؟ به نحيو تشوريب ولا تجونيح هذاك اللي يجي في أسفل القندورة تاعنا. فتحة الرقبة درت 9 سنتيمتر. ندير ميلان الكتفين، ننزل بقيمة 2 سنتيمتر. ميلان الكتفين 2 سنتيمتر. ونرسم خط مستقيم، نقص الميلان ونقص البنات. نتبع رسم ونكمل نقص البنات ونحي هذاك الميلان به ما تجيناش القندوره تاعنا مشوربه. شوفوا البنات، بقات لي هذه القطعه راني رجعتها لمكانها. وين فصلنا الابط
القطعة هذه وين حرة الإبط. القطعة هذه اللي تبقات البنات راح نستغلوها في التبطين الجهة الأمامية والخلفية، لأن القماش ما بقالناش 2 متر، ما كفاتناش حق التبطين. نخيط كل جزئين مع بعض ونستعملوه في التبطين. راح نفصل الآن المروحة. تشفاو البنات على 20 سنتيمتر هذيك اللي نحيناها، نحسب قيمة 12 سنتيمتر ونقص ونفصلوا المروحة تاعنا بهذه الطريقة. حسبت قيمة 12 سنتيم وقصيت. راح نتني القماش على 2 ثم على 4. راح نفصلوا المروحة الكبيرة. المروحة الكبيرة رقم 1. تحبوا البنات تستعملوا الطول كامل، انا درت 30 سنتيمتر، بصح من الاحسن تستعملوا الطول كامل. ونحاول نشكل المروحة تاعنا. دخلت بقيمة 8 ونحاول نشكل القوس تاع المروحة تاعنا بالطريقة هذه. بعد ما كملنا فصلنا المروحة الأولى، بقات لي القطعة هذيك نفصلوا المروحة الثانية اللي طولها 8 سنتيمتر. نشوف القياسات وين تجي بالضبط المروحة الثانية، نحسب قيمة 24، نحدد مكانها اللي حابة نركب فيه. بعد ما حددت مكانها نجيب الشريط هذاك اللي تبقى لنا، العرض تاعو 8 سنتيمتر والطول تاعو 150 سنتيمتر. نتني القماش على 2 ثم نتنيه على 4. نحسب الطول البنات 24 سنتيمتر، طوله 24 سنتيمتر والعرض 8 سنتيمتر. حسبت قيمة 8 ونشكل تقويسة تاعنا، شكل المروحة تيجي بشكل دائري تقريب بهذه الطريقة. نقص البنات المروحة الصغيرة رقم 2. شوفوا البنات من راح نركبوا البي من الجهة المقوسة، راح نخيطوا البي. شفاو على المعلومة هذه. راح نفصلوا الآن الرقبة الأمامية على الفيزلين. حسبت قيمة 9 سنتيم ثم ننزل بقيمة 18 سنتيم ثم نرسم المستطيل تاعنا. نعين المستطيل باه نقدروا نرسموا الرقبة الدائرية. راح نرسموا رقبة دائرية. راح نحدد منتصف المستقيم. راح نرتفع بقيمة 3 سنتيمتر، ننزل في الأسفل ننزل بقيمة 1.5 سنتيمتر، نوصل بين النقاط الثلاثة ونحاول نرسم رقبة دائرية بهذه الطريقة. نحاول نرسم رقبة دائرية على الفيزلين. الفيزلين من نوعية رقيقة البنات، مش النوعية الخشينة. هاو ديجا الشكل خرج الجهة الأخرى المقابلة. نتبع الرسم لأن الفيزلين تاعنا من نوعية رقيقة. بعد ما رسمنا الرقبة الأمامية ندخل بقيمة 6 سنتيم أو 8 سنتيم. نحاول نشكل دائرة كبيرة أخرى، نقص الدائرة الكبيرة بهذه الطريقة. بعد ما كملنا رسمنا الرقبة الأمامية نروح نرسم الرقبة الخلفية. دخلت بقيمة 9 سنتيم، نزلت بقيمة 10 سنتيم، نرسم المستطيل بهذه الطريقة. نعين منتصف المستقيم، ندخل بقيمة 3 سنتيمتر ومن الأسفل قيمة 1.5 سنتيمتر ونشكل الدائرة تاعنا نفس طريقة الرقبة الأمامية بهذه الطريقة. ندير التناظر في الجهة المقابلة بهذه الطريقة. بعد ما كملنا رسمنا الرقبة، جبنا قطعة من القماش اللي راح نديرو بها التبطين، نلصق الفيزلين تاعنا على قطعة القماش اللي راح نديرو بها التبطين. بعد ما كنا خيطنا القطعة البنات ما وريتها لكم بهذه الطريقة. لازم نلصقوه جيدا بالمكواة. كنت درت الرقبة الأمامية ثم نزيد الرقبة الخلفية. قاعدة المثلث 6 سنتيمتر، نرسم خط مستقيم طوله 6 سنتيمتر ثم نعين المنتصف، ننزل بقيمة 8 سنتيمتر،
نرسم أضلع المثلث، نرسم خط مستقيم بهذه الطريقة. القماش تاعنا البنات راهو مطوي على 2 متني على 2. نجيب الدبابيس، من الأحسن نمسك القطعة تاعنا البنات بالدبابيس باه كي نخيط ما يهربلناش القماش بهذه الطريقة. نثبت جيدا بالدبابيس ونروح نخيطوا البنات. القاعدة ما نخيطوهاش، نخيط الأضلع في 2 والقاعدة ما نخيطوهاش. ما ننساوش البنات عند الخياطة نديروا بوان داغي عند البداية وعند النهاية. نخيطوا البنات، نخيطوا الأضلع في زوز البنات، والقاعدة نخليوها بدون خياطة. نديروا بوان داغي تاعنا البنات. بعد ما كملنا خياطنا نقصوا الزيادة. لازم نحيو جميع الزيادة البنات، وعندكم تقيسوا الخياطة. نقصها البنات، نقلب المثلث تاعنا على الوجه. بعد ما قلبتوا البنات لازم نحدو بالمكواة، هذه الخطوة مهمة جدا وضرورية لازم. بعد ما كملنا البنات نضع الدبوز في المنتصف البنات، راح يساعدني يا البنات، هذه حيلة ذكية. نضع الدبوز في المنتصف ونجيب المثلث تاعنا البنات، نحدد القاعدة تاعو المنتصف مع المنتصف، ونحاول نثبت المثلث تاعنا بشرط يكون المنتصف مع المنتصف. ركزوا البنات، لازم المنتصف مع المنتصف باش تجينا العمل ما تقول منتصف يكون مع المنتصف بهذا الشكل. نقوم بخياطة المثلث تاعنا البنات باه ما يهرب لناش. انا يقوم ديجا بالخياطة. جبت الجهة الامامية للقندورة تاعنا البنات، راح نحدد المنتصف تاعها. بعد ما عينت المنتصف تاعها نرسم خط مستقيم. الخط هذا البنات يساعدنا به المثلث تاعنا يجينا في المنتصف تماما بهذه الطريقة. لازم يكون المنتصف مع المنتصف. جبت القطعة اللي راح نبطن بها البنات وضعت الوجه على الوجه، ونركزوا المنتصف مع المنتصف بهذه الطريقة. نثبت البنات، نتاكد باللي قطعه القماش الخاصه بالتبطين تكون موضوعه بطريقه صحيحه. نتاكد. نستعين دائما بالدبابيس، الدبابيس عمليه جدا جدا بهذه الطريقه. وهذه الطريقه الصحيحه لوضع الدبابيس البنات، هذه الطريقه الصحيحه. بعد ما تاكدنا انه كل القياسات موضوعه بطريقه صحيحه المنتصف مع المنتصف، نروح الان الى ماكينه الخياطة. نقلب ونتأكد باللي كلش موضوع بطريقة صحيحة. نخيطوا البنات بهذا الشكل، نتبع الرسم تاعنا البنات ونخيطوا. الطريقة هذه جد عملية والرقبة تجي متحوفة ما شاء الله. من الأحسن البنات نحيو الدبابيس ما تخيطوش عليهم. نمشيو بهدوء، ما نزربوش كي نعودو نخيطو. هذه قاعده البنات، لازم نمشيو بهدوء، ما نسرعوش عند الخياطه خاصه في الرقبه. نقصوا البنات الرقبه تاعنا بهذه الطريقه. بعد ما قصينا البنات نكرونتيو الرقبه به تسهال لكي تسهل علينا نقلبوا قماش تاع التبطين بهذه الطريقه البنات. الصورة توضح معبرة. نكمل الرقبة تاعنا نحكمها كامل بالدبابيس البنات بهذه الطريقة.
نحاولوا البنات التبطين تاعنا ما يبانش، نحاولوا نخليوه ديما يكون داخل القماش ما يبانش، يكون في الجهه الداخليه للقماش. نخرجوا المثلث تاعنا، ما لازمش نخيطوه يكون في الداخل، لازم يكون خارج بهذه الطريقه. نكملوا البنات الرقبه تاعنا، نثبتوها جيدا بالدبابيس بهذه الطريقه، والمثلث يكون للخارج البنات، ما لازمش نخيطوه لداخل. بعد ما كملنا ثبتنا الرقبه بالدبابيس جيدا، نروحوا الان الى ماكينه الخياطه. قبل ما نبداو البنات لازم نديروا بوان داغي، هي الاولى نخيطوا البنات ونحيو الدبابيس بهذه الطريقه. والسر البنات في الخياطه لازم نمشيو بهدوء، ما نسرعوش كي نعودو نخيطوا. والمثلث البنات شوفوا كيفاه نخيط فيه، اللي يكون ديما الخارج ما يكونش الداخل بهذه الطريقه. نحي ديما الدبابيس ما نخيطش فوقهم، وما نساوش بوان داغي عند النهايه كذلك. بعد ما كملت الرقبه الاماميه، شوفوا داك الاتقان ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. تاكدت بلي جميع القياسات مضبوطه، المثلث تاعنا في المنتصف. نقصوا زياده تاع الفيزلين البنات، ما لازمش نخليوها. ننظفوا العمل تاعنا. البيه البنات راح نقوم بالكي نفتحو ونحدو جيدا بالمكواة، ما خليش مطبق، نفتحو بهذه الطريقه راكم تلاحظوا. ثم نتنيه على 2، نقوم بثاني البي على 2 بهذه الطريقه. ندير 4 الوان بنفس الطريقه البنات. والبي اللون الاصفر ما نديرلوش الحديد، نخليه يبقى على حاله. نواصل عمليه الكي البنات. نتني البي على 2، ولازم نحدد جيدا البنات بهذه الطريقه، لازم نحدد جيدا. شوفوا كيف اصبح البي. نجيب البي نزيد نوضح لكم في اللون الثاني. قمت بفتح البي، نفتح الثانية تاعو، ثم نتنيه على 2، ثم نتنيه على 2 بهذه الطريقة. نظن الصورة واضحة البنات. واذا ما فهمتوش البنات كتبوا لي في التعاليق نزيد نوضحها لكم اكثر. انا ديجا درت الالوان الاربعه بهذه الطريقه، حددتهم وتنيتهم على 2. والبي الاصفر البنات خليته على حاله، ما درت له والو. شوفوا كيفاه تنيت البي. راح نركبه على الرقبه البنات، نحاول نمشي مع رسم الرقبه تماما، ونمشي على الحافه البنات بهذه الطريقه. نحاول نتبع الرقبه. والمثلث البنات نخيطو دائما يكون في الخارج، ما نخيطوهش لداخل. ركزوا المثلث البنات كيفاه نخيطو فيه، ما لازمش ندخلوه لداخل، يبقى ديما الخارج. بهذه الطريقه تبع الرقبه تاعنا البنات ونخيط. ومن الاحسن البنات ديروا السوغفيلاج مورا الخياطه البنات، باش تضمنين بلي البي تاعكم راهو مخيط بطريقه جيده وصحيحه. من الاحسن بعد ما كملت اللون الاول خياطه البي رقم 1، شوفوا كيف خيطت البنات المسافه. شتيو المسافه اللي تركتها. نجيب البي اللون رقم 2، نحسب قيمه 1 سنتيمتر، ونضع البي لونه أصفر بهذه الطريقة. البي رقم 2 مع مراعاة ترك مسافة 1 سنتيمتر البنات. ونخيط البنات بهذه الطريقة.
نحاول الخيط هذاك البنات ما يبانش. الصورة واضحة البنات. نتبع الرقبة تاعنا ونخيط، نترك مسافة 1 سنتيمتر بين كل بي بهذه الطريقة. وما تنساوش البنات ديروا الخياطة مورا، ديروا السورفيلاج البنات او الزيغزاغ مورا الخياطة، هكا باه تتاكدوا بلي البي تاعكم راهم خايط بطريقة صحيحة. انا ما درتش في الخطوة هذه، ومن بعد لاحظت انه البي تاعي ماهوش مخيط بطريقة صحيحة، زدت درت الزيغزاغ. شوفوا البنات كيف خيطت المسافة اللي تركتها، شوفوا الطريقة. نزيد اللون رقم 3. نحاولوا الخياطة ما نخليوهاش تبان البنات. نحسب قيمة 1 سنتيمتر بين كل لون ونخيط. نحاول الخياطة ما نخليوهاش تبان. بهذه الطريقة. ما حبيتش نحذف المقطع، حبيتكم تشوفوا كيفاه خيط البي، تشوفوا المقطع كامل كيفاه خيط. نتبع البنات الرقبة تاعنا ونخيط بهذه الطريقة. شوفوا المسافة اللي خليتها. نجيبوا اللون الرابع ونجيبوا شريط القياس البنات ونحسبوا قيمة 1 سنتيمتر المسافة بيناتها، لازم تكون 1 سنتيمتر بهذه الطريقة. نزيد نقول البنات ونعاود لازم ديروا الزيغزاغ البنات مورا الخياطة باش تضمنوا بلي البي تاعكم راه مخيط بطريقة صحيحة. انا كنت درت خياطة برك ومن بعد لاحظت انه البي تاعي ماهوش مخيط بطريقة صحيحة، زدت عاود درت زيغزاغ او السورفيلاج، كل واحد كيفاه يسميه. ما لازمش نخليو الخيط يبان البنات. راح نغير لون الخيط البنات، لازم يكون نفس لون البي الاخير. هذا البي اللي خليناه كيما حالو ما درنا له والو، البي هذا نخيطو. نحسب البنات كذلك مسافة 1 سنتيمتر. انا تحذف لي المقطع، نخيط من كلتا الجهتين، نخيط الجهة الاخرى كذلك. بعد ما كملت خيطت البنات، ننظف العمل تاعنا، نقص جميع الزيادة بهذه الطريقة البنات. تولهوا كي تعودوا تقصوا البنات تعودوا تخسروا القندورة تاعكم ولا حاجة. نقص جميع الزيادة. الخطوة هذه مهمة كذلك باه العمل تاعنا يجي نظيف والخدمة تجي متحوفة. بهذه الطريقة البنات. شوفوا العمل ما شاء الله. شوفوا المثلجة في المنتصف تماما. الآن البنات راح نعمل لي بانس تاعنا. نبدأ البنات من نقطة الخصر، من نقطة الخصر باه نعين لي بانس تاعنا. ندخل بقيمة 10 سنتيمتر في لي بانس البنات، نعتمدوا على نقطة الخصر. نزلت بقيمة 20 سنتيمتر ونعين النقطة، نتأكد باللي دخلت بقيمة 10. نرتفع الجهة الأخرى كذلك بقيمة 9 سنتيمتر، ندخل بقيمة 10 سنتيمتر ونرسم خط مستقيم.
بهذه الطريقة. نرسم الخط نوضحو في المنتصف البنات، راح ندخل بقيمة 1.5 في الجهتين. نرسم المثلث تاعنا بهذه الطريقة، نزيد نرسم الجهة الأخرى كذلك. هذا هو شكل لي بانسة البنات. بعد ما رسمنا لي بانس الجهة هذه، نزيدو نرسمو في نفس الجهة الأخرى كذلك نفس القياسات. كنت خيطتهم البنات، خيط لباس تاعي في الجهتين، في كلتا الجهتين. عندي البنات هذا الخلف تاعنا راهو مفتوح، راح نديروا البنات بانسة الخلف. نعتمد كذلك على نقطة الخصر اللي هي 16 سنتيمتر، وهي غير ثابتة البنات حسب طول الزبونة. واضح؟ متغيرة حسب طول الزبونة. نتأكد هاي نقطة الخصر تاعنا 16. من نقطة 16 البنات نحسب قيمة 3 سنتيمتر ونعين نقطة قيمة 3 سنتيمتر، قيمة 3 سنتيمتر البنات ونعين نقطة. من نقطة هذيك 3 البنات نرتفع بقيمة 15 سنتيمتر ونعين نقطة 15 سنتيمتر، ثم ندخل بقيمة 1 سنتيمتر. نرسم نوصل النقطتين مع بعض بهذه الطريقة. ومن نقطة البنات هذيك 1 نروح نرسم خط مستقيم، نترك مسافة 1 سنتيمتر. هذيك الخياطة البنات شوفوا اللي خلينا وخي قلنا نخليو قيمة 1 سنتيمتر. 1 سنتيمتر هذاك خاص بالخياط. نروحوا للجهة الأخرى من 3 هذيك البنات، من النقطة تاع 3 ننزل بقيمة 15 سنتيمتر ونعين النقطة ونترك مسافة 1 سنتيمتر. نرسم خط مستقيم. هذه بانسة الخلف البنات، وندخل البنات القيمة هذيك 1 سنتيمتر اللي خليناها في البداية راح تكون خياطة. عليها البنات نديرو بانسة الخلف، لان الخلف تاعنا ما يجيش فيه انتفاخ في الظهر. البانسة هذه تنحينا هذاك الانتفاخ اللي يكون خلف الظهر. راح نخيط البنات البانسة تاعنا، ما نساوش بوان داغي خطوة مهمة، ونخيطو على بعد 1 سنتيمتر ونتبع رسم البانسة تاعنا البنات الحسابات اللي حسبناها ونخيط. نتبع الرسم اللي رسمناه ونخيطو بانسة الخلف. نكمل نخيط بانسة الخلف، نتبع الرسم اللي رسمناه، ندخل بقيمة 1 سنتيمتر ونكمل الخياطة إلى آخر نقطة. بعد ما كملت البنات خيطت بانسة الخلف، كنت عملت زيكزاغ أو سورجي بهذه الطريقة. نحدد الخلف تاعنا. هذه الخطوة ضرورية جدا، المكواة تلعب دور مهم جدا في الفينيسيون تاع الخياطة. راح نجيبو الآن التبطين تاع الخلف البنات. هذا تبطين الخلف. نحاول نقص زيادة تاع القماش، نضع المنتصف مع المنتصف، وجه القماش مع وجه القماش. ركزوا البنات ديما المنتصف مع المنتصف. نحاول نضع القطعة الخاصة بالتبطين بطريقة صحيحة بهذه الطريقة البنات. نثبت الفيزلين بالدبابيس بهذه الطريقة البنات. لازم نستعملوا الدبابيس تسهل علينا العمل. بعد ما كملت البنات نخيط، انا قمت بالخياطة، درت نفس طريقة الرقبة الامامية. نقص الرقبة تاعنا البنات، بعد ما كملت البنات قصيت نكرونتي والرقبة. نجيبو الجهة الامامية البنات وراح نخيطو الكتاف تاعنا، نخيطو الكتاف تاعنا.
نضع وجه القماش مع الوجه الأمامي مع الوجه الخلفي، ونرفع التبطين تاعنا ونحاول ندخله في الوسط. شوفوا البنات، هذا الخلف تاعنا البنات. نهز التبطين تاعنا، قطعة التبطين البنات، ونرجعوها للخلف ونضعوا الجهة الأمامية بهذه الطريقة. الصورة واضحة البنات بهذه الطريقة. ونحكموا الكتف تاعنا بالدبابيس، نثبتوا بالدبابيس، والخياطة راح تكون من جهة الرقبة البنات. نكرر نفس العمل في الجهة الأخرى. نضع الوجه مع الوجه، ونقصوا البنات الزيادة. إذا عندنا زيادة لازم نحيوها، ما نخليوهاش. شوفوا البنات بهذه الطريقة. نقلب التبطين تاعنا ونحكم بالدبابيس. هذه الطريقة الصحيحة في ملاقاة الكتفين. نخيطوا بالاتجاه هذا، الجهة الأخرى نخيطوها بنفس الاتجاه. نخيط البنات الكتف تاعنا، ونحيو البنات الدبابيس من الأحسن. بعد ما كملت خيط البنات، راح نقص الزاوية هذيك البنات، ما نخليوهاش، بصح ردوا بالكم تقيسوا الخياطة. راح نقلب الكتف تاعنا. شوفوا كيفاه البنات، دخلت يدي قلبتها بطريقة سهلة. خدمة نظيفة ما شاء الله. نروحوا للجهة الأخرى كذلك. الخياطة البنات تبدأ من جهة الرقبة، ونروحوا للكتف بهذه الطريقة. نحيو الدبابيس ونقصوا كذلك الزيادة، بصح ما نقيسوش البنات الخياطة. نقلب الكتف تاعنا بهذه الطريقة. نروحوا نخيطوا رقبة الخلف تاعنا. البنات انا هنايا كنت درت زيكزاك، درت اصغر غرزة في الزيكزاك، يعني وضحت لكم هنا الطريقة. نخيطوا الرقبة، رقبة الخلف، نبداوها من جهة الرقبة الأمامية ونخيطوا البنات. ما تنساوش بوان داغي، لازم نديروا بوان داغي. نخيطوا رقبة الخلف بهذه الطريقة. نحاولوا ما نخليوش التبطين يبان البنات. بهذه الطريقة نديروا بوان داغي ونتوقف عن الخياطة. نروحوا نخيطوا البنات المروحة. راح نبداو نخيطوا من الجهة المقوسة البنات. نبدا نخيط من الجهة الداخلية للمروحة. شوفوا كيفاه البنات حطيت البي وكيف حطيت القماش. نخيطوا بهذه الطريقة. نزيد المروحة الثانية نخيطوا بنفس الطريقة البنات. المروحات الأربعة نخيطوهم بنفس الطريقة. بعد ما كملت خيطهم البنات نقلب الوجه القماش ونخيطه. شوفوا كيفاه ندخلوا في البيه البنات، كيفاه نخرجوا فيه. بعد ما كملت خيط المروحه في رابعه البنات، نجيب المروحه الكبيره ونعاين المنتصف تاعها، ثم نجيب المروحه الصغيره ونعاين المنتصف تاعها. نضع المنتصف مع المنتصف ونروحوا نخيطوهم، نلصقوهم مع بعضهم المروحه. شوفوا البنات راح نلصق المروحتين مع بعض، الكبيره مع الصغيره بهذه الطريقه.
بعد ما كملت لصقت تما البنات، راح نلصقهم في القندوره البنات. نحسب قيمه 12 ونلصق المروحه تاعنا في الابط. حسبت قيمه 12 سنتيمتر ونخيطوا البنات بهذه الطريقه. نركب المروحه تاعنا، نجيب منتصف المروحه مع المنتصف تاع الكتف تاعنا البنات بهذه الطريقه. وضعت المنتصف المروحه في الكتف تاعنا، منتصف الكتف تاعنا. والزياده هذيك البنات راح نديروهم ديبلي، بشرط يكونوا كل في الاتجاه واحد. لي بليات تاعنا يكونوا في اتجاه واحد بهذه الطريقه البنات. نروحوا الجهه الاخرى كذلك، نحسب قيمه 12 سنتيم ونعين نقطة أو خط. نحسب قيمة 12 سنتيم ونجيب المروحة. البداية تاعها تكون من نقطة 12، نقطة 12، ونخيطوا البنات ونديروا البلي بشرط يكونوا كامل في اتجاه واحد بهذه الطريقة البنات. بعد ما خيطنا المروحة البنات راح نديرو تبطين الإبط. جبت قطعة من البي وراح ندير تبطين للإبط تاعنا البنات بهذه الطريقة. نقلب البي تاعنا لداخل القماش، الوجه الداخلي للقماش ونخيطو. روحوا نديروا البنات الجهة الأخرى كذلك بنفس الطريقة. نروح نديروا التبطين تاع الجهة الأخرى كذلك. نبدأ من الوجه الخارجي للقماش، نضع البي على الوجه الخارجي للقماش بهذه الطريقة ونخيطوا البنات. نتوقف عند نهاية الإبط. نقلب البي إلى الداخل، نخيطوا للداخل. هذه خطوة مهمة تعطينا جمال وفينيسيون روعة على القندورة تاعنا. بعد ما كملت التبطين تاع الإبط، روحوا نقفلوا القندورة تاعنا. شوفوا البنات تركت مسافة